الاهداف بلس 90 دي بيبقى ليها متعه خاصه كده، انت مستحيل تحسها في اي حاجه تاني. يعني شوف، انت ممكن تفرح في حياتك كتير قوي، لكن فرحتك بالاهداف اللي بتيجي في الدقيقه 90، وخاصه لو كان جون فوز، وخاصه لو كنت انت بتلعب قدام الغريم بتاعك، فلا، حاجه تانية خالص، متعه تانية وفرحه تانية انت مش بتحسها في اي حاجه. في سؤال كده انا عمال اساله من ساعه ما ابتدينا الموسم، اللي هو ليه ريال مدريد قدام برشلونه شخصيه البطل عنده بتقلب شخصيه كوميديه، شخص كلاون، قلب مهرج، ما تفهمش ليه هو بيعمل له ايه. يعني ريال مدريد بيمسك فرق اوروبا كلها تما فرقه فرقه بيفشخ، يجي هوبا عند فرقه برشلونه اللي اوروبا كلها، فرق اوروبا كلها عماله تفشخ، يجي شخصيه البطل دي بقى بيمسحها خالص، وبيمسحها من ذاكرته، وبيمسحها من حياته، وفجاه بيقلب كلاون وبيشيل كل ماتش منها وايه، ويخرج منها من كاس، ويخرج منها من كاس تاني، ويخرج منها من الدوري، وبيخسر رايح جاي. يعني فاهم، بيتفشخ من برشلونه ليه؟ انا عايز حد فعلا يجاوبني على السؤال دوت. برشلونه النهارده عملت ماتش، هي كانت محظوظه جدا لان بالاداء اللي هي عماله تقدمه دوت محدش يتوقع ان هي تجيب بيه اصلا جون. يعني تحس ان الاهداف اللي هي عماله تجيبها ديت اهداف الحظ لعب فيها دور كبير، وسبحان الله هي اللي جابت الثلاث اهداف. يعني حتى الجون اللي دخل في برشلونه هي اللي جابته، وعلى عكس تشافي واللي احنا كنا متوقعين من تشافي ان هو بقى هيلعب تيكي تاكا وهيكسب كل ماتش 5-6، او في اهداف كتير بتحصل في المباراه. كل ماتشاته تقريبا بيبقى فرق واحد، او يا اما 1-0 يا اما فرق واحد، اللي هو مثلا 2-1. من النوادر مع تشافي في برشلونه ان هو يكسب في فرق 2-3، يعني حاجه بتحصل بس قليله جدا. ودوت يرجع لحاجتين، اول حاجه التشكيله الهجوميه عنده مش اقوى حاجه. هتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده؟ اقول لك فعلا، انت ما عندك، انت ما تيجي تبص للجناح الشمال عندك، مش عندك جناح شمال قوي. انستو فاتي مش قوي، فيران توريس مش قوي. طب الجناح اليمين عثمان ديمبلي، وعثمان ديمبلي على طول بيتصاب، فمكانه رافينيا كويس لكن مش هداف. الوحيد القوي والتقيل واللي بيجيب لك اهداف كتير هو رقم 9 ليفاندوفسكي. يعني خط الهجوم عندك اللي فعلا بيجيب لك اهداف كتير لاعب واحد بس مش ثلاثة. طب تيجي تشوف في خط النص، انت عندك خط نص فيه طابع هجومي، ولكن خط نص فيه طابع هجومي. من غير خط هجومي قوي مش هيجيب لك اهداف كتير، لكن هيجيب لك اهداف بس مش كتير. عشان كده اهداف برشلونة مش كتيرة السنة دي. طب دوت بالنسبة للاهداف. فهنا تشافي عمل حاجة تانية اللي هو ايه، خط دفاع قوي جدا. برشلونة يا جدعان اقوى خط دفاع، دخل فيه 10 تجوان بس من 28 ماتش، منهم تقريبا اخر جون دوت اللي برشلونه جابته في نفسها. فاداء طب من تشافي. وبالنسبه بقى للثنائيه اللي موجوده دايما في ماتشات ريال مدريد وبرشلونه، اللي هي ما بين فينيسيوس واروخو، فدايما اروخو بيعمل ماتش كبير قوي على فينيسيوس كل ما يلعب قدامه، لدرجه ان بقى تشافي اروخو اصلا قلبت فيها. تشافي اول ما بيشوف ريال مدريد وفينيسيوس هيلعب قدامه بيحط اروخو باك عشان يمسك فينيسيوس. اروخو جامد، اروخو مدافع تقيل قوي، وفعلا برشلونه محظوظه جدا بيه. وعلى الرغم ان فينيسيوس لبس اروخو هدف، ولكن هو هدف كان غير مقصود بالمره من فينيسيوس. مجملا في المباراه كلها اروخو برضه حط فينيسيوس في جيبه. فينيسيوس ما لعبش غير اول ربع ساعه واول تلت ساعه، لكن بقيه الماتش هو ما عملش اي حاجه. مش متاكد بقى مستواه اللي كان واقع ولا اروخو اللي حطه في جيبه، سواء دوت او دوت، فهو ما كانش موجود. ديونج فتاك في خط النص، بجد لعيب اي نادي في العالم يتمناه، لعيب توب. مش عارف ازاي هم كانوا بيتحايلوا عليه عشان يمشي من الفريق. على اي اساس انت كنت بتعمل مع لعيب زي دوت اللي انت بتعمله؟ وسبحان الله اللعيب مثبت في الفرقه بطريقه غريبه، وكل ماتش بيثبت لك ان دوت ما ينفعش يطلع من تشكيله. ليفاندوسكي على الرغم ان هو ما جابش اهداف، الا ان برشلونه من غير ليفاندوفسكي ولا اي حاجه. فكك بقى من كل اللي حواليه، سواء توريس، انستو فاتي، رافينيا، ديمبلي، الناس دي كلها فوق دماغي، ولكن ليفاندوفسكي في حته تانية خالص. اما بالنسبه لتبديلات برشلونه فكانت موفقه جدا. ليه؟ لان انت نزلت التبديل من هنا جاب لك جون من هنا، نزلت فرانك كيسي من هنا جاب لك جون من هنا. بالنسبه بقى لريال مدريد فتقريبا الشخصيه الكوميديه ديت محدش عارف لها اي اساس، هي بتطلع بس قدام برشلونه. انت المفروض ان انت شخصيه بطل، اللي بيحصل قدامك قدام برشلونه محدش يعرف، هتفضل مكمله كده معاهم لحد امتى؟ برضه محدش يعرف. ولكن الريال عامه ما لعبش ماتش كان يستحق فيه ان هو يكسب. انت الفرق ما بينك وما بين الغريم 9 نقط، انت المفروض كنت تكسب الماتش عشان انت خد الفرق 6 نقط. انا ما شفتش منك الحماس اللي انت المفروض تنزل بيه. انت ازاي تنزل تحس ان الدوري لسه في اوله، في الجوله الخامسه ولا الجوله العاشره، واحنا بنلعب مع بعض ماتش تقريبا تحصيل حاصل. ايه اللي انت داخل بيه ده؟ انت المفروض تنزل انت بتاكل النجيله. انا ما حسيتش منك. برشلونه نازل متحمس، بس حماس واحد فرق ما بينه وما بين التاني 9 نقط، فاللي هو انا هلعب ماتش حلو وهكسب الماتش دوت، وهحاول العب على المكسب طبعا،
ولكن يعني مش هنزل هاكل النجيله يعني. فالمفروض اللي عنده المنتاليتي دي يكون ريال مدريد. فبالتالي ريال مدريد لعبت ماتش عادي في الاخر خسرت فيه، سواء بقى كان حظ ما كانش حظ، جابت جون وطلع اوف سايد، يعني ما كانتش نازله بالعقليه الصح، لحد ما برشلونه خلت الفرق 12 نقطه بنسبه 90%. خلاص الدوري بقى لبرشلونه وتبقى تقريبا 10 جولات، واكيد برشلونه مش هتقع لحد ما ريال مدريد يحصلها ب 12 نقطه. اعتقد ان الكلام دوت يعني في الاحلام مش في الحقيقه. والسؤال اللي عايز اعرف اجابته منكم، ليه شخصيه ريال مدريد بتقلب شخصيه مهرجه، بتقلب كلاون قدام برشلونه؟ مش فاهم، مع انها بتجلد فرق اوروبا كلها، وفرق اوروبا كلها السنه دي جلدت برشلونه، ولكن برشلونه بتمسك ريال مدريد بتجلدها. انا عايز افهم بقى ليه الدايره العجيبه دي بتحصل. بس كده، واخيرا وليس اخيرا، كان معكم زيكا. لو انت بتتفرج عليا من على اليوتيوب اعمل لي سبسكرايب واعمل لايك عشان الفيديو ينتشر كده، وعشان انا احبك. ولو مش عندي على اليوتيوب تعالى عندي على اليوتيوب، هناك بتعرف كل الاخبار اول باول، وبيبقى فيه ريلز كده صغيره بنعرف منها ملخصات الماتشات. سلام.